أنا ضحكت. يعني الشيطان يعز وعاوزنا احنا نحمي البلد وهو يقعد بره. طب ما تيجي تحميها ما دام انت شايف ان هي في خطر. كاتبه له ابليس، يعني الكلام كاتبه له ابليس ومليان بالمغالطات كله ضلال. بس انا خلاني وهو بيتكلم كده اقول طب هو مين الرئيس فيهم؟ يعني عاوزين ترسلنا على بر، مين الكبير فيكم؟ احمد شفيق وانتوا وراه، ولا البرادعي وانتوا وراه، ولا عمرو موسى وانتوا وراه، ولا سيد البدوي وانتوا وراه، ولا حمدين صباحي وانتوا وراه؟ ولا انتوا عاوزين تضحكوا على الناس وبعدها بيومين ثلاثه هتدوروا تضربوا في بعض؟ ما هو مش معقول الاسماء اللي انا قلتها دي هتقف ورا احمد شفيق. اذا كان دول واقفين ورا احمد شفيق يقولوا شفيق كبرنا، واذا كان شفيق كبيره صباحي يقول انا كبيري صباحي. كبيري بقى هم وشفيق كبيرهم اسرائيل. كبيرهم لا الشيطان. طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا دكتور عاطف. انت بتيجي على سيره الشياطين يا دكتور عبد الله؟ نعم بتيجي على سيره الشياطين. ما هنعمل ايه، امرنا لله، ربنا يجعلنا دايما طاردين للشياطين، نسال الله ذلك. اولا برحب بيك وبضيوفك الكرام، ربنا يبارك فيهم جميعا. وطبعا انا الان سمعت هذا البيان اللي زي ما انت قلت الشيطان يعظ، اللي اتكلم فيه احمد شفيق وهو بيقول انا بخاطب شعب مصر، وبيتكلم طبعا باسمنا. انا بقول له شعب مصر بيرد عليك، بيقول لك يا حرامي لو كنت راجل ارجع واتكلم من جوه مصر، وعيب لما تبقى حرامي وتتكلم بشعب مصر. شعب مصر منك بريء، انت تتكلم باسم الحراميه، باسم حسني مبارك، باسم اللصوص والنصابين، زي ما انت نصبت على البلد وادعيت انك رايح تعمل عمره، ولا اول مره اعرف ان العمره بتتعمل في دبي. فانت تتكلم باسم الحراميه والنصابين ماشي، تتكلم باسم الضلاليه ماشي، لكن تتكلم باسم شعب مصر. انا بقول لك على الهواء شعب مصر كله منك بريء، يا حرامي يا لص. مش هنقول لك غير كده، انت راجل حرامي، مش هنقول لك غير كده. انا اول مره اشوف حرامي يقول لك عاشت مصر الذي قالت للمستعمر كذا وكذا وكذا، وعاشت مصر برضه اللي بتقول لك يا حرامي يا اللي سرقتنا. لو راجل ارجع واتكلم من جوه مصر. الراجل بيدافع عن الازهر يا دكتور. هو الازهر منه بريء، وانت طبعا الحمد لله الشاشه مسلطه على دكتور حبيب وحميم من الازهر وانا من الازهر، واحنا الاثنين بنقول له الازهر منك بريء واحنا منك برع، ولا يشرفنا ان حرامي زيك يتكلم باسم الازهر. ممكن هو حرامي ولا متهم؟ هو حرامي ولا متهم يا دكتور عبد الله؟ نعم. احنا مش عاوزين قضايا جديده، هو حرامي ولا متهم؟ لا حرامي. خلينا في متهم. لا حرامي، قضاك اعلى مفخله وركابه. طب يا جماعه القضيه دي للدكتور عبد الله، انا مش عاوز اخش معاه فيها. انا بقول هو متهم بس. باسم شعب مصر. مين ده اللي بيتكلم باسم شعب مصر؟ ومين اللي اداله الحق ان يتكلم باسم شعب مصر؟ شعب مصر كله منه بريء، وهو ما حرامي، مش متهم في قضيه سرقه، حرامي وسارق اراضي وكذا 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 وكذا. لو عنده رجوله وشهامه يرجع ويتكلم من جوه مصر. يا راجل ده رئيس الدوله وقف يتكلم عند قصر الاتحاديه، وده مكانه اللي يعني يتكلم منه كيف ما شاء وقت ما شاء. قال لك ده بيتكلم من قصر الاتحاديه. طب انت بتتكلم من دبي، ما تيجي تتكلم في مصر. لو عندك رجوله تعالى اتكلم في مصر. لكن عارف انه لو جه هيتقبض عليه لانه حرامي وهيخش السجن جنب زعيم العصابه بتاعه، فبيتكلم من الخارج. فمين دول علشان يتكلموا باسم شعب مصر؟ دول يتكلموا باسم حراميه مصر، باسم نصابين مصر، باسم ضلاليه مصر، لكن باسم شعب مصر ده لا يجوز. البرادعي اليوم بيتكلم بيقول لك الدستور ده اللي طالع ده هيبقى في مزبله التاريخ. بقول له والله انت اللي هتبقى في مزبله التاريخ، واللي انتوا بتعملوه بتقولوه ده ان شاء الله يخليكم في مزبله التاريخ. وبنقول للناس دي انا والله انا بستغرب يا اخي، والله الذي لا اله الا هو، هم مؤرخهم ليه ان هينزل المؤيدين لمحمد مرسي؟ طب ما انتوا نزلتوا معارضين وحبيتوا توروا للدنيا انكم زي ما واحد بيتكلم بيقول لك الملايين التي خرجت تعترض. انا شفنا ملايين ولا شفنا حتى مليون واحده. الملايين هيشوفوها يوم السبت ان شاء الله، هيشوفوها باذن الله يوم السبت، وهيعلموا ان شاء الله هذا الشعب عنده وعي وعنده دين وعنده ولاء للوطن، لا بيضحك عليه ولا بتنطلي عليه هذه العبارات البراقة اللي بتخرج من أفواه نصابين وأفاكين احنا عارفينهم كويس. لا تنطلي على الشعب المصري بأي حال من الأحوال. ولا أريد أن أقول لك، يمكن أنا واحد من الذين قالوا في هذه القناة وكنت مصر على هذا،
لحد اخر لحظه، وانت تعلم هذا، ان انا كنت من الذين سيعترضون على الدستور لوجود كلمه مبادئ، لان ما زلت معترض عليها كلمه مبادئ، وكنت بدعو كل تلامذتي وقطاع عريض من الناس انه ما يوافقوش على الدستور عشان كلمه مبادئ، لكن انا بعلنها اليوم، انا اول واحد هوافق على الدستور، وبدعو الطلبه وتلامذتي كلهم هيوافقوا على الدستور، وهنوافق عليه رغم انف هؤلاء حتى نفوت عليهم ما يريدون. ان شاء الله الدستور هيقام، وان شاء الله الدستور هيصوت عليه بنعم. يا اخي ده انا لا ادري، هؤلاء لا يستحون، ده حتى القنوات المفسده الماجنه المعروفه حاولت في الايام الماضيه تجري استفتاء، مين اللي موافق على اللجنه الدستوريه، مين اللي موافق على الاعلان الدستوري، ومين اللي معترض. كل النتائج طالعه كاسحه في مصلحه الدستور الجديد وفي مصلحه الاعلان الدستوري الذي اثره الدكتور محمد مرسي. الناس دي لا تستحي، وعندها لما صدموا بهذا التصويت على شاشاتهم يقول لك ده بال الاخوان اخترقونا ولا ايه؟ يا اخي سبحان الله العظيم، من قال لكم ان الاخوان وحدهم هم الذين يتحركون؟ كل الاسلاميين بكل فصائله وكل الازاهره، والله ونحن الازاهره والسلفيه وكل التيارات التي عندها مش دين، ذر الدين تقف وراء الدكتور محمد مرسي وتؤيد قراراته رغم انوف هؤلاء. يا اخي والله الذي لا اله الا هو بيعملوا البدع علشان يحاولوا يظهروا للعالم ان الشعب المصري معترض، لكن طبعا مكشوفين ومفضوحين وباينين الحمد لله. كما قلت الموجودين في ميدان التحرير اللي بيعروا البنات ولا اللي بيتحرشوا بيهم ولا اللي عاملين خيم يمارسوا فيها الوساخه وقله الادب، ولا هم دول اللي عايزين يحكموا مصر، هم دول اللي عايزين يغيروا الدستور، هم دول اللي عايزين يلوا ذراع رئيس الدوله، وبيحاولوا الان يعملوا اختراقات في كل مكان عشان تبقى عارف. في المساجد زي ما قلت لك بيحاولوا وبيفشلوا ونحن لهم بالمرصاد. بيحاولوا في المدارس، يعني عندي بيان عن مدرسه في القاهره الجديده وهتكلم عنه غدا لما هاجي ان شاء الله، بيجندوا بعض المدرسات بتقعد تقفل عليها وعلى العيال وتقعد تقول لهم انزلوا واطلعوا على محمد محمود واطلعوا على التحرير، وكل هذا الشحذ وكل هذا التحفيز والله لا يؤثر ولا يقدم، وهم الان يقلون ولا يزيدون. والله يعني هم الان لو تنظر الى التحرير وغير التحرير يقلون ولا يزيدون، وبدات الناس تتفلت منهم. والله جاي لي اخباريه واخد صاحبها يكلمك ان في عامل ترك عمله وراح عشان يمسك طوبه يحدف في محمد محمود، التقى به زميله، والله بيقول له انت ما بتجيش الشغل ليه؟ لا ليه؟ انا باخد 100 جنيه في اليوم عشان احدف له طوبتين، 100 جنيه في اليوم عشان احدف له طوبتين. هويه هؤلاء خلاص اصبحت معروفه وبضاعتهم مفلسه، والشعب كشفهم، والشرفاء الحمد لله في مصر والمتدينون الحمد لله يسدون عين الشمس، كانوا هم مليون، ففي الحمد لله 80 مليون موحد يعرفون اين الحق، وايقنوا وفهموا تماما وجيدا ان هؤلاء يريدون حرقا للبلد. الثله اللي خرجت دي، من هي هذه الثله التي تعيش على الفساد؟ اللي خارجين باسم الفن، اللي ما وراهمش غير الاحضان والقبلات والميوعه، اقصى تقدير حقيقي، وقله الادب في افلامهم، واللي خارجين باسم الحريات المطلقه، واللي عايزين زواج المثلين، واللي عايزين الحريه المطلقه للمراه عشان تخرج على راحتها. هم دول الموجودين في ميدان التحرير، هم دول اللي عايزين دستور يدعو الى التسيب، ويريدون بلدا متسيبه تكون بقياده هذا البرادعي اللي ما عندهمش لا قيم ولا ضوابط دينيه ولا ضوابط اخلاقيه. وانا بقول لهم ان لكم هذا، ده لن يكون في مصر ان شاء الله تعالى. مصر فيها ازهر، مصر فيها علماء، مصر فيها اتقياء، مصر فيها شرفاء، مصر فيها اناس فهموا اللعبة جيدا وادركوا اين الحق. فان شاء الله كل ما يفعلوه سيبوء بالفشل. وبقول للشفيق تقعد تنفخ في بوقك ليل ونهار، ان شاء الله تعالى ما هينوبك الا ان صوتك هيبح ولن تجد لك مستمعا ان شاء الله. ولو عندك رجولة عد الى مصر وقف في الميدان وقول هذا الكلام. شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خير وبارك الله. ربنا يبارك فيك.